السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة عايزين نعمل فكرة بسيطة وجميلة مع بعض، حاجة نستنفع بيها. عايزين نعمل صندوق حلو زي ده كده، نحطه في المطبخ، نحط فيه حاجات من كماليات المطبخ. ممكن تستخدميه في ركن في المطبخ، تحط فيه حاجات، سكر، تحط فيه مكرونة شعرية، تستخدميه مثلا في الأوضة، تحطي فيه مثلا كتبات لأولادك، تستخدميه تطبقي فيه هدوم للبيبي، تستخدميه أكتر من استخدام. يعني هو له أكتر من استخدام، مش استخدام واحد. فاحنا عايزين نبدأ مع بعض بسم الله. عايزين نشوف احنا عملنا الصندوق ده من ايه وعملناه ازاي. قبل ما نبدأ يا بنات ما تنسوش، ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي اول مرة بيدخل القناة عندي وبيشوفني لو سمحتوا يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وزي ما وعدتكم احنا هنعمل اشغال يدوية كتير. ده بيكمل العلبتين اللي احنا عملناهم قبل كده، فيهم برضو من نفس الالوان. ده الصندوق اهو يا بنات، يعني انا حطاه في المطبخ اهوت، بس لسه بصراحة ما حطيتش فيه حاجة. انا ممكن استغله في اكتر من حاجة يعني، بس انا بوريكي يعني انت ازاي تنفذيه. يلا مع بعض نبدأ بسم الله ونشوف الحاجات دي متكونة من ايه، وهو كان عبارة عن ايه، وعملناه ازاي. يلا نبدأ مع بعض بسم الله يا بنات. احنا معانا صندوق زي ده كده، هنشوف هنعمل فيه ايه. ومعانا ورق كرتون عادي خالص، ومعانا فرخ سفنج، ومعانا ديت الكله اللي احنا كنا لازقين منها قبل كده. واحنا هنبدأ مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه وهنعمل ازاي. ماشي، احنا اول حاجة عايزين هناخد مقاسات قد بالعرض ده، والزيادة هنقطعه. خلاص، هناخد على قد العرض ده كده والزيادة هنقطعه. فانا هخلص المقاسات واكمل معاكم عشان ما نطولش مع بعض. كده احنا هنعمل الجنبين قد ده بسم الله كده، الجنب على قد ده، وهنعمل كمان الجنب التاني من بره ومن جوه. يعني هنعمل كده 2 من بره، يعني هنعمل 4، وكمان 4 في الجنب التاني ده. وبعدين على ما نعمل الورق ده هندهنه بالغيرة اللي معانا عشان يلحق ينشف شوية على ما نكمل بقية الورق التاني. بسم الله. طبعا يا بنات احنا عاملين من دي قبل كده، ديت الغيرة اللي احنا عاملين منها العلبة التانية اللي كانت معانا، بس عشان هي بتتعمل وتفضل تنشف شوية. احنا قلنا يعني ايه، على ما نعمل بقية الورق نكون دهنا ده كده. كده يا بنات خلاص، انا هكمل بقى بقيته عشان نلزقه وبعدين هنكمل مع بعض. كده يا بنات انا حطيت الغيرة وجبت الكرتونتين اهم، حطيتهم وبتكي عليهم بضغط عليهم علشان يثبتوا، لان لسه طبعا زي ما انتم شايفين كده. ماشي، فهي انا هسيبها تاخد وقتها كده عشان ما تبقاش تسيب بسرعه، وبعد كده هنكمل مع بعض. شايفين انا خلاص غليت الصندوق اهو من بره ومن جوه بقى كله بالشكل ده. هنبدا بقى ايه بقى، انا معايا السفنج ده انا قطعته على قد القاع اللي فيه من جوه ده، هبدا احطه فيه كده. ده كده يا بنات نقدر نستخدمه في اي حاجه. احنا معانا مسدس الشمع كده يا بنات، هنبدا نلزقه كله من جوه. ضغط عليه كويس وكده
خلاص كده يا بنات اصبح القلب بتاعه خلاص اهوت. ده القعر من تحت. نبدا بقى نحط فيه في الجناب زي ما عملنا هنا، نعمل فيه في الجنب. انا معايا الشريط ده انا هقيسها برده على قده، على قد العرض بتاعه. هبدا برده الف بيه زي ما لفيت، زي ما لفيته هنلفه بيه من جوه من هنا كمان. ماشي، انا هلفه واخلصه وهوريكم احنا عملنا فيه ايه. زي ما انتم شايفين كده يا بنات احنا خلاص قربنا نخلص اهوت. هو صحيح بياخد وقت بس في الاخر النتيجه بتطلع كويسه. بعدين انت لما بتعملي حاجه وتتعبي فيها بتحسي بقيمتها. يعني لما تعملي الحاجه كده وتحسي ان انت فعلا تعبتي فيها وجيتي في الاخر لقيتها بقت حاجه كويسه، بيبقى لها قيمه عندك. فانا كده اهو الحمد لله يعني خلاص خلصت البطانه زي ما انتم شايفين كده. هساوي بقى والزياده هشيله، هقص الزياده ده عشان ميبقاش عندي اي حاجه مش مظبوطه. الزاويه بنات بالشمع كويس كده. خلاص يا بنات كده زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصناه. فاضل ده بقى، ده كده بنفس الطريقه بالشمع. احنا هنخلصه وهلف بيه كله كده وهوريه لكم في الاخر. زي ما انتم شايفين كده بقى انا خلاص خلصت اهوت، اصبح كده جاهز. ده القلب بتاعه. هنبدا بقى نغلفه من بره. انت ممكن تعمليه بقماش، ده قماش عندي فايض من عبايه بس لونه عجبني. ممكن تغلفيه بقماش وممكن تغلفيه بورق فوم، ممكن تعمليه باي حاجه، يعني اي حاجه تيجي على بالك تبقى كويسه ممكن تعمليه بيها تغلفيه بيها. بسم الله. معلش هنا طبعا يا بنات هو بياخد وقت، فلازم يكوني يعني ايه عندك قوة إرادة ان انت تتحملي ان انت تتعلمي حاجة زي كده وتشتغليها مع نفسك. كده كده خلي بالك عشان الشمع سخن. ده كده من فوق. يعني انا بحاول امسكه باللزق بالشمع. طبعا يا بنات انا هعمله كله، يعني انا وريتك الطريقة وهكمله كله عشان ما اطولش الفيديو عليكي جامد، وبعد كده هنشوفه مع بعض. كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده يعتبر احنا كده خلصنا. بس ايه بقى، بنشد القماش ده بقى جامد في القعر بتاعه. ده طبعا كده قعر انا بكمله. اهم حاجه بقى هي شد القماشه دي دلوقتي. طبعا البنت اللي اول مره تشتغل بالمسدس تخلي بالها لان المسدس بيبقى سخن جامد. الشمع اللي فيه بيبقى سخن.
انتوا شايفين كده خلصته. عايزه بقى ازينه. طبعا الزينه ديت حاجه ترجع بذوقك انتي. طبعا انا كده معايا شريط الستان الاخضر ده. انا عندي برده شريط تاني بس يعني الوانات تانيه، بس انا عجبني اللون الاخضر ده. يعني يا بنات دي حاجه ترجع لذوقك انتي. كده انا حبيت الشكل ده، ولسه هكمله كمان وهوريه لكم هيبقى ازاي في النهايه. كده يا بنات نكون خلصنا الصندوق بتاعنا. ده شكله يعني حلو مش وحش، جميل اهوت، تقدري تنفذيه. عايزه تحطي عليه بدل ده ورق فوم ماشي، عايزه تحطي عليه اي حاجه ماشي. ده زينه بنشتريها احنا الملابس الوانات مختلفه، وده يكون الشكل النهائي بتاعه. ولو عجبك الفكره ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهو يا بنات ده شكل الصندوق بتاعنا بعد ما خلصناه. وطبعا انا كنت بقول هحط فيه ايه، هستخدم فيه ايه. زي ما انتم شايفين كده اهوت، انا حطيت فيه السكر وحطيت فيه الزيت وحطيت فيه الشعريه، وتقدري تحطي فيه اي حاجه انت عايزاها. ما شاء الله بياخد كميات كتير ويحافظ لك. وان شاء الله ناويه هعمل له غطا، اشوف بس حته ابلكاشه وهعمل له غطا وهغطيه بيه، ويبقى كده ركن في المطبخ. منه ركن جمالي ومنه ان هو لم الحاجه بتاعته.